مصدعيني وعايزين زبدة الفستق. مش معنى بنشوفها وبلبن والهبة واللي ما هبهاش. هنعمل زبدة الفستق في البيت وما عندناش الا شوية سوداني صغيرين حوالي ربع كوباية. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونعملها معاكم. معانا كوبايتين كبار من البسلة من اللي احنا مخزنينها في الفريزر، هننزل بيهم في القلاية او في الفرن، مفيش اي مشكلة. هنجففهم مجرد ان احنا هنخليهم ينشفوا معانا بس. هياخدوا بالظبط 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة زي ما احنا شايفين طلع بالشكل ده كده. هننزل بالبسلة في الكبة بتاعتنا ونطحنهم كويس. بعد كده هنجيب السوداني اللي عندنا ونحطه على طول، يعني هما حاجة بسيطة خالص مش كتير، مجرد بس ان احنا دفيناه في القلاية. هنضربهم ضربة كويسة. هننزل عليهم ب3 نقط من اللون الاخضر، لون الطعام. وهننزل بعد كده نضربهم ضربة، وبعد كده هننزل عليهم بلون بطعم الفستق بنقطتين كبار. هتفرق معانا جدا. دي بقى الطريقة اللي بيستخدموا بيها التراكوة ويخلطوا الفستق بالبسلة عشان يزودوا الكمية. احنا هنعمل ايه بقى؟ تكلفة كتير والفستق غالي برضو. هنجيب الكبة بتاعة الخلاط بتاعنا، هننزل فيها بنص كوباية من الفستق. هنضربهم ضربة كويسة وهننزل عليهم بمعلقة كبيرة من العسل، وهننزل عليهم بربع كوباية من الحليب المحلى المكثف. ما عندكيش حليب محلى مكثف، حطي 3 معالق كبار من الحليب العادي، اللبن العادي. خلصت معانا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حاجة يعني محترمة. وولادك هيطيروا بيها طير، مش هيصدقوا ان انتي مش شارياها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي.